اهلا بيكم في حلقه جديده مع شجع كوره. النهارده هنتكلم على ماتش الزمالك والاتحاد، خلص 0-0 في اول ماتش للزمالك في دوري موسم 26 27 قدام الاتحاد في الدفاع عن لقبه. خلينا كده نبتدي الاول نتكلم على الماتش وعلى التشكيل. يعني لو نيجي نبص على تشكيل الزمالك هنلاقي ان الزمالك كان بادئ بالمهدي سليمان اللي هو عادي كان لاعب اغلب الماتشات السنه اللي فاتت، المساكين الونش ومحمد اسماعيل اللي هم كان بيحصل روتيشن ما بين هما الاثنين ومع حسام عبد المجيد، فبرضه مفيش تغيير قوي في المساكين. بعد كده عندنا الباك رايت عمر جابر اللي هو لحد ما كان بادئ اساسي، بس عارفين ان هو ما خلصش الموسم بسبب الاصابه، كان محمد ابراهيم اللي خلص. شمال باك ليفت كان بنتاي. لغايه دلوقتي الدفاع خلينا نقول ان هو ما حصلش فيه يعني تغييرات قوي تفرق في شكل حتى الاداء الدفاعي. نيجي بقى نص الملعب، ونص الملعب اللي انا مش بقتنع خالص بمحمد شحاته كرقم 6. بشوف ان هو فارق قوي في مستواه، ان هو بيلعب 6 بسبب ان احنا طبعا من ساعه ما دونجا مشي ما عندناش اللعيب اللي يلعب مركز 6، فهو اللي بيلعب مع فتوح وادم كايد. فطبعا عبد الله السعيد مفتقدينه في نص الملعب بشكل كبير قوي. وقدام طبعا ده بقى يعني الفرق الكبير اللي كان باين قدام. انت بدل ما انت كنت مخلص الموسم بعدي الدباغ في النص وبيبقى على يمينه بتزيرا وعلى شماله شيكوبانزا، انت دلوقتي بادئ امبارح بناصر منسي اللي باين ان هو مش جاهز بدنيا خالص. طبعا لسه هنتكلم بقى على اسباب الزمالك اللي هو فيه ده. فتره الاعداد الثلاث اسابيع اللي هم قعدنا نتاخر، قعدوا شهرين ونص اجازه في البيت، وبعد كده جاي في 3 اسابيع فاكر ان انت هتلحق وبالروح وبالجماهير وكده والموضوع هيبقى سهل وهنعرف نزق ونكسب. بس كان باين قوي ان هو من الدقيقه 60 الفرقه وقعت. وبنتكلم ان احنا كان على اليمين بادئ عدي، وفي النص ناصر منسي اللي مش جاهز زي ما كنا بنقول، وعلى الشمال احمد شريف برضو يعني اداؤه علامه استفهام، ان هو مش اللعيب اللي يبدا او يلعب في نادي الزمالك كاساسي. يعني ده خلينا نتكلم بكل صراحه. فالماتش امبارح بدا ان هو بالتشكيل ده، وانت تيجي تبص على الدكه برضو عندك مين الحلول ممكن تنزلها. يعني خلينا نتكلم عن التشكيل والتبديلات. التبديلات اللي عندك اللي حصل ايه، ان انت نزلت بين الشوطين فتوح، طبعا باين قوي ان هو مش جاهز، وباين عليه طبعا بالتاني اللي هو واخده وكده والساحل وفتره الاعداد 3 اسابيع، فهو مش جاهز خالص. وهو طول عمره حتى وهو جاهز ما بيقدرش يكمل بعد الدقيقه 60، فكان واضح ان هو واقع قوي على نهايه الشوط الاول. فطلع بين الشوطين ونزل محمد السيد مكانه، وبعد كده عملت تبديلين، احمد ربيع وشيكوبانزا مكان احمد شريف، ناصر منسي وكان مكان برضه في نص الملعب، ان انت الناحيه الثانيه احمد ربيع نزلته يقدر ان هو يقفل مع شحاته في نص الملعب. وكان بعد كده وديت احمد شريف يمين وشيكوبانزا شمال، ودخلت عدي دباغ في النص. في لخبطه في الفرقه، انت مفيش حلول عندك، مفيش، مش عارف توصل.